سلام البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم حبيت نديكم معايا للعمل تاعي، يوم من يومياتي في العمل بعد ما قعدت مدة شهر في الجزائر. اللي ما شافوش الفيديو اللي فات حكيت لكم كيفاش حبط الجزائر وكل شيء واش صرا، ونترحموا تاني على بابا، ربي يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع الموتى المسلمين يا رب. كما قلت لكم غدوة من دا، كما راكم شفتوا الثلج والشتاء والبرد وكلش. هذا هو الحال في ألمانيا في فصل الشتاء. بداوها من سبتمبر، يعني دوكا اكتوبر قولي هكاك، اكتوبر والحال يكون مبدل حتى الافريل، والحال هكا يعني ماشي تلج بصح ما من داك يتصب التلج من داك المطر. كل حال يعني وشنو الشمس ما نشوفوهاش يعني بزاف في فصل الشتاء في ألمانيا حتى فصل مارس باش يبدا شويه الحال يتحسن. كما قلت لكم اليوم نديكم معايا العمل تاعي، يدرى كيفاش نلقاه بعد مدة شهر من الغياب. العمل هذا جديد اللي راني فيه، قلت لكم بديت عمل جديد ماشي وين كنت كما راكم تشوفوا. هناك لحقت انا، غير لحقت قعدت نشوف كيفاش الدنيا قاع يديك. بيان سور ماشي كيما اللي خليتها مخربه قاع يديك. كون شفتوا هنايا طيبوا تشيز كيك، من بعد شفت بلي كارثه هذا التشيز كيك اللي طيبوه. شفت الحوايج كيفاش هنايا ما كانوش قاع يديك منظمين. انا في الخدمه هذه الجديده نخدم انايا 5 ايام، وعندي وحده تعاوني تجيب السبت والحد. السمانه اللي فاتت يعني قبل ما نجي كانت مريضه. كما راكم تشوفوا هنا داروا تحضيرات تاع الكاطو هذا اللي نحطوه من تحت قبل ما ندير فوقه لاكريم تاع تشيز كيك. شوفوا هنا تاني حوايج اللي نحطوهم اللي نسقمهم كيفاش راهي الدنيا، يعني لقيت الدنيا كاتاستروف. بديت بشويه بشويه هذاك النهار اللي خدمت فيه، ما بديتش بكري حتى العشرة باسكو ما لحقتش للدار بكري. على بالكم سهرت بالطياره، لحقت حتى ل8 باش لحقت، وقت ما لحقت للدار وقاع يتيك صافي ما لقيتش بكري. شوفوا هذاك التشيز كيك كيفاش انا غير شفتو عرفتها. ما قسموش كاع يديك مليح. حتى الكارط كارثه ما جيت نحيه. حتى هذا اوريو كما راكم تشوفوا فيه، هذاك اللوتوس اللي وريته لكم، وهذا اوريو. شوفوا اوريو الجوانب تاعو كاع ما قسموهمش وحمروه بزاف، حرقوه نديري نفس الشيء. كوارث. خدم واحد، جاب واحد خدام خدم في السمانه هذيك اللي غابت فيها هذيك الطفله ما جاتش، كانت مريضه. جاب واحد الخدام هذا كيف هذا قلت لكم، هذا البسكوي اللي نحطوه من تحت يعني كاطو هذاك اللي نرحيه هنايا. شوفوا كيفاش كل حجره هذا قاع يديك. يا ربي يسمح لي طيشتو قاع يديك. وعاود واحد الاخر جديد هنا كنت ندير في جينواز باش نبدا. هنا كي راكم تشوفوا قلت لكم عاود واحد جديد، ها هو عاود درت. هنا كنت نوجد هذاك فيلادلفيا باش ندير بها تشيز كريم، وهدايا الكاطو باش نعاود نخدم هذوك واسمهم اللي طيشتهم هذوك كيما شفتوهم. وبديت بالعقل قلت من بعد كي نكمل نمسح برك شويه، ومن بعد ديك نعاود نولي نكمل. هنا كيف وجدت ليمون كيما راكم تشوفوا، هذا وجدت ليمون. كي كملت هذاك الاخر مسحت وكاع عاودت وجدت ليمون. درت هنايا راكم تشوفوا راني نقشر في زروديه باش ندير بها كاروت كيك، و من طون راني نطلع كيف في البيض باش ندير به هدايا لا روسيت تاع كاروت كيك، كيكه الجزر باش ندير بها. انا غسلت لماعن هذوك الاولانيين. هنا بعد ما طاب كاروت كيك وطاب هذاك البسكوي اللي طيبته، من بعد هذيك عاود درت البراوني. صافي واش درت كاع كيما راكم تشوفوا راني نوري لكم. عاود نظفت ثاني شويه لتحت، سقمتها كاع هذيك لتحت. قعدت حتى الزوج ونص وانا في الخدمه. دوك نوريكم هنا عاود طيبت تشيز كيك كيما راكم تشوفوا. درت هذا كاروت كيك، درت 5 تاع كاروت كيك. هذا بسكوي هذا باش ندير به غافيل لو طورت. وهذايا البراوني باش تاني ندير له من الفوق تشيز كريم من الفوق. هذاك النهار هذاك واش خدمت، هادوما اللي خدمتهم ونظفت شويه كما راكم تشوفوا. الدعوه راهي تبان نقيه دوك هذيك ما نقدرش نخدم في بلاصه تكون كاعيتك هكايا ماشي مرتبه. برك الفوق قلت خلي ندير النهار ونرتبها كاعيتك من الفوق، نعاود نمسح كل شيء ونعاود كل حاجه نحطها في بلاصتها.
كما راكم تشوفوا أنا عاودت وريت لكم هنايا اللي درتو. ما صورتش بزاف التفاصيل باسكو لو كان نصور بزاف التفاصيل يحكموا بزاف الوقت، وانا ما كانش عندي الوقت، يعني التصوير يحكم بزاف الوقت. على بها عطيت لكم برك لمحه واش درت اليوم، هذا اللي وجدتهم لهم باش يطلعوهم للفوق باش يبيعوهم. وحنا غدوة من داك كانت عندي كيكة عيد ميلاد كما راكم تشوفوا بسيطة. درتها صباح طيبت موسكوتشو، درت لها حشو الداخل بالكريمة الجبن، وعملت لها تاني الفراولة الداخل سامبل، ودرت لها هاد الديكور. ساعات راكم تشوفوا نفس الكيكات، ما حبش ندير لكم نفس الكيكات لداخل، برك اللي يقول يتبدلوا الديكوراسيون باسكو هما يروحوا الصفحه تاعنا كيحبوا يكومونديو حاجه يشوفوا في الصفحه تاعنا، وكاين دي كوموند يكونوا نفس لي كوموند اللي الناس تعجبهم يكومونديوهم. صافي حبيت نوريكم برك هنايا شويه الخدمه كيفاش خدمت الديكوراسيون. كما راكم تشوفوا درت لها هنايا لي كولور قاع يديك درتهم هنايا مع باش الا راهم يبانوا لكم هنايا، باسكو هي حبت الطفله هذه صغيره في عمرها 2 صافي حبت هاد الكيكه هذه، يعني نشوفها تخرج بزاف شبهت كيكه البنوتات هكايا. درتها في الغوز من الفوق غوز كلير، مش يبان بزاف غوز كلير، واللي تحت لي بيرل كاع بلي كولور كاع يديك درتهم لها. وكانوا كتبت لها اسمها في النص، اسمها كتبت لها في النص. يعني كانت كيكه سهله بزاف بسيطه، يعني كل واحد يقدر يديرها. هي تبان لكم شويه بالكش معقده للمبتدئين، بصح هي كيكه بزاف سهله. المهم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسونيش بجام، ما تنسونيش بلايك، ما تنسونيش بالتعليقات تاعكم اللي حتحفزني ان شاء الله وباذن الله باش نكمل معاكم. نتلاقاو باذن الله في فيديو واحد الاخر. تهلاو في روحكم وتهلاو في الناس اللي يحبوكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.